الرئيس الأمريكي ترامب يفاجئ المنتخب المغربي بقرار تاريخي ويفجر مفاجأة قد تهز المغاربة، ويمنح أشرف حكيمي الكأس الأمريكية الخيرية. وفوزي لقجع يفتح النار على الكاف ويوقع اتفاقا تاريخيا مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وعاشق للمنتخب المغربي ولا أسود الأطلس، فاضغط الآن إعجابا بالفيديو، وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. في حدث استثنائي لفت أنظار المتابعين حول العالم، حظي المنتخب المغربي باستقبال مميز في الولايات المتحدة الأمريكية وسط أجواء احتفالية عكست المكانة الكبيرة التي وصلت إليها كرة القدم المغربية خلال السنوات الأخيرة. وشهدت الفعالية حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حرص على الإشادة بما حققته الرياضة المغربية من إنجازات لافتة، وعلى رأسها النجاحات الكبيرة التي حققها النجم المغربي أشرف حكيمي بعد موسمه الاستثنائي وتتويجه بأهم الألقاب الأوروبية، ليرسخ مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية. وخلال كلمته أكد ترامب أن أشرف حكيمي أصبح مثالاً للإصرار والطموح، وأن رحلته الكروية تجسد قصة نجاح ملهمة للشباب في مختلف أنحاء العالم. كما أشاد بالتطور الكبير الذي شهدته الكرة المغربية، مؤكداً أن المغرب بات يقدم نموذجاً رياضياً يحظى باحترام وتقدير على المستوى الدولي. ولم يقتصر الحدث على كلمات الإشادة والتكريم فقط، بل شهد الإعلان عن مشروع رياضي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير المواهب الشابة وتبادل الخبرات الفنية ودعم الأكاديميات الكروية الحديثة في البلدين. وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن هذا التعاون سيفتح آفاقا جديدة أمام اللاعبين الشباب من خلال برامج تدريب متطورة ومعسكرات دولية وفرص أكبر للاحتكاك بالمستويات العالمية، بما يسهم في صناعة جيل جديد من النجوم القادرين على المنافسة في أكبر البطولات. من جانبه، أعرب أشرف حكيمي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أن كل ما حققه جاء بفضل الله أولاً، ثم بدعم عائلته ومدربيه والجماهير المغربية التي ساندته طوال مسيرته الرياضية. وأضاف حكيمي أن المغرب يزخر بمواهب واعدة تمتلك إمكانات كبيرة، معرباً عن ثقته في أن مستقبل كرة القدم المغربية سيكون أكثر إشراقاً خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية الرياضية وتطوير مراكز التكوين. وفي ختام الحفل، تم تسليط الضوء على الإنجازات التاريخية التي حققتها الكرة المغربية في السنوات الأخيرة، وسط إشادة واسعة من الحاضرين الذين أكدوا أن المغرب أصبح قوة رياضية صاعدة تحظى باهتمام كبير من مختلف المؤسسات الرياضية حول العالم. فهل ينجح هذا التعاون الجديد في فتح صفحة جديدة من النجاحات للكرة المغربية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.